بيان إلى الرأي العام بمناسبة عيد الفطر السعيد. يسر هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة وفي ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية أن تزف إلى كافة مكونات روجافا كردستان وعموم الشعب السوري بشرى قرارها بافتتاح جامعة باسم جامعة روجافا مركزها أصدرت الرئيسي هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة بغرب كردستان شمال شرق سوريا يوم الاثنين 4 تموز يوليو بيانا إلى الرأي العام عن افتتاح أول جامعة في غرب كردستان، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي سيكون مقرها مدينة قامشلو. كما أكد البيان أن افتتاح الجامعة جاء تلبية واستكمالا لثورة غرب كردستان في جميع المجالات العلمية والفكرية والاجتماعية، وكذلك لتخفيف العبء على الطلبة الذين يدرسون في الجامعات السورية الأخرى، ويحميهم من كافة المخاطر التي يلاقونها أثناء سفرهم وإقامتهم في مدن الداخل السوري، إضافة إلى توفير التكاليف، منها تكاليف الإقامة والسفر الباهظة التي لم يعد أهاليهم يتحملونها بسبب تدهور الوضع المعيشي للشعب السوري عموما. كما أكد البيان أن أبواب هذه الجامعة ستكون مفتوحة أمام جميع مكونات روجافا شمال سوريا من الكرد والعرب والسريان والأرمن والتركمان والشيشان، وأمام جميع أبناء الشعب السوري في فترة لاحقة، وتسعى إلى تأمين الاعتراف بشهاداتها لدى أكثر دول العالم. وقال خالد عيسى ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا أن اتفاقا تم بين جامعة باريس الثامنة قسم الحقوق وجامعة ميزوبوتاميا في غرب كردستان لتبادل الدكاترة والمعلمين وأساتذة الجامعات وتنظيم البحوث والدراسات، وأيضا تصديق وتعديل دراسة الدكتوراه من قبل جامعة باريس الثامنة قسم الحقوق. وستحتوي جامعة روجافا في العام الدراسي 2016-2017 الكليات التالية: كلية الطب البشري، كلية الهندسة، وتحتوي على الاختصاصات التالية: هندسة الاتصالات، هندسة المعلوماتية، هندسة البترول، الهندسة الزراعية. كلية التربية والعلوم، وتحتوي على الاختصاصات التالية: معلم صف، علوم سياسية، علوم نفسية، تاريخ وجغرافيا. كلية الآداب، وسيقتصر العام الدراسي القادم فيها على تدريس الأدب الكردي. وقد دعت الجامعة الأهالي والطلبة والمدرسين التقدم إلى الجامعة ورفدها بالكوادر والمختصين لتستطيع الاستمرار. جدير بالذكر أن جامعة أخرى باسم جامعة عفرين افتتحت في السنة الماضية في مدينة عفرين شمال حلب، لكنها لم تحتوي إلا على أقسام محددة، بعكس جامعة ميزوبوتاميا المقرر افتتاحها هذا العام.